أهلا بيك. لو ساكن إيجار قديم فحب أقولك إن التعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديم هتخليك تعيد حساباتك وتفكيرك من جديد، فخليك هنا معايا وركز عشان تعرف كل حاجة جديدة ببساطة وبدون تعقيد. أول حاجة هتدور في بالك هي إيه التعديلات الجديدة دي؟ هرد عليك وأقولك إن من ضمن التعديلات الجديدة إن العقود السكنية كلها بلا استثناء هتنتهي بعد 7 سنين من تاريخ تطبيق هذا القانون، أما العقود الغير سكنية كالمحلات والمكاتب هتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق هذا القانون. بمعنى صح ان التعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديم بتخاطب كل واحد مع عقد إيجار قديم مدى الحياة وبتقوله عيد حساباتك وتفكيرك من جديد. وهنا هيدور في بالك سؤال تاني، هو بالنسبة للإيجار ايه وضعه؟ يعني هيفضل زي ما هو ولا هيتغير، هيزيد، هيقل، ولا ايه اللي هيحصل فيه بالظبط؟ احب اقولك ان برضو من ضمن التعديلات الجديدة في قانون الايجارات القديم ان القيمة الايجارية هيتم تحديدها على حسب المنطقة اللي انت قاعد فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت قاعد في منطقة دلوقتي متميزة راقية هيكون القيمة الايجارية فيها 20 ضعف القيمة الايجارية القديمة بحد ادنى 1000 جنيه. طيب لو انت قاعد في منطقة مثلا متوسطة هيكون الايجار بتاعها بكام؟ هيكون الايجار بتاعها 10 اضعاف القيمة الايجارية القديمة بحد ادنى 400 جنيه. طب لو انت قاعد في منطقة على قدك ايه اللي هيتم فيها؟ الايجار فيها هيكون 10 اضعاف القيمة الايجارية القديمة بحد ادنى 250 جنيه، وده طبعا بخلاف ال 15% زيادة سنوية على قيمة الايجار الجديد. وهنا هيجي اهم سؤال في بالك وفي بال كل واحد مع عقد ايجار قديم، هو ممكن المالك يطردني؟ هرد عليك هنا واقول لك وبكل سهولة، ولكن لازم حالتين. الحالة الاولى لو الشقة بتاعتك دي مقفولة بدون سبب لمدة سنة، والحالة التانية لو انت او اي افراد اسرتك مع شقة تمليك وبشكل رسمي. هنا اقدر اقول لك المالك بكل سهولة يقدر يطردك عن طريق تقديم طلب لقاضي الامور الوقتية بشرح الوضع الكامل، وهنا قاضي الامور الوقتية بيستصدر قرار باخلاء الشقة بدون اللجوء للمحكمة لرفع دعوى قضائية بالسنين. طيب واللي ما عندوش مكان هيعمل ايه؟ الدولة هنا قالت هتوفر وحدات سكنية بديلة بالإيجار للفئات المستحقة، ولكن بشرط. الشرط ده انك تقدم طلب رسمي وتثبت فيه حالتك الاجتماعية والدخل الخاص بيك، وفي الحالة دي او في الفترة دي هتدفع 250 جنيه مؤقت لحد ما الإيجار يتحدد. وده هيخلينا نروح لأهم نقطة، هو القانون ده اتطبق ولا لسه؟ احب اقولك ان القانون ده لسه متطبقش، بس اول ما هيتم نشره في الجريدة الرسمية هيكون واجب النفاذ. ودي كانت الحلقة كاملة عن التعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديم. لو عندك سؤال عن حالتك ومحتاج توضيح ابعتهولي وهرد عليك. شكرا انك كملت الحلقة للآخر، متنساش اللايك والاشتراك في القناة.